السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن أحيانا الله، ستبدأ العشر الأواخر من رمضان في هذه الليلة القادمة، وأنصح نفسي وإياكم أولا أن نستقبلها بتوبة نصوحة. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، واستغفرناك من جميع ذنوبنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وتب علينا يا تواب. وثانيا، أن نعفو عمن ظلمنا، وأن نصل من قطعنا، وأن نحسن لمن أساء إلينا، وأن نسامح كل من تكلم علينا. اللهم إني أشهدك أنني عفوت عن كل من ظلمني، وسامحت كل من تكلم علي، وعفوت عن كل من أساء إلي. وثالثا، أن نغتنم كل ثانية فيها إن استطعنا بالذكر وتلاوة القرآن والصدقة وكل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر فيها من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وأن لا نمل من تكراره، لأن الله عز وجل إذا عفا عنك أفلحت ونجوت وسعدت، وعافاك في بدنك بأن شفاك الله من كل داء، وعافاك في دينك بأن وفقك للخير والعبادة والطاعة، وصفح وعفى عنك بمحو الذنوب والتجاوز عنها وترك العقوبة عليها. وهذا هو الفرق بين المغفرة والعفو. المغفرة أن يسامحك الله على الذنب لكنه يبقى مسجلا في صحيفتك. وأما العفو أن يسامحك الله على الذنب ويمحوه لك من الصحيفة، فتصبح صحيفتك بيضاء نقية، فترجع كيوم ولدتك أمك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يغتنمون العشر الأواخر من رمضان، ومن الذين يحظون فيها بليلة القدر، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.